ايه اللي حصل لجود بيلينغهام؟ الموسم اللي فات عمل احسن بدايه تهديفيه لاي لاعب في تاريخ ريال مدريد من ساعه كريستيانو رونالدو، لكن الموسم ده ولا جون لحد دلوقتي. فهل المشكله في وجود مبابي ولا قوته كانت في كتفه؟ طلع الحكم في القضيه اللي مانشستر سيتي كان رافعها على الدوري الانجليزي. بعدها النادي والدوري الاثنين طلعوا قالوا ان هم كسبوها، ولكن مهما المحاميين بتوع مانشستر سيتي حاولوا، واضح جدا مين اللي خسر. والاول مره من زمان جدا يكون احسن لاعب مصري بيلعب في الدوريات الاوروبيه الكبيره ما يكونش اسمه محمد صلاح. عمر مرموش عامل بدايه خطيره للموسم في الدوري الالماني، ولكن هل اللي بيحصل ده ممكن يكمل ولا حظ وهيخلص؟ السنه اللي فاتت لما بيلينغهام راح ريال مدريد بدأ معاهم ب10 تجوان في اول 10 ماتشات له في الموسم، حاجه اللي ما عملهاش قبل كده اي لاعب في تاريخ ريال مدريد الا لاعب واحد بس، وهو طبعا كريستيانو رونالدو. الموسم ده في اول 7 ماتشات له مع الفريق 5 في الدوري و2 في دوري الابطال، جود بيلينغهام ما سجلش ولا جول. طيب هو ايه اللي حصل؟ والله هي ممكن تكون حاجه من اتنين. اولا وجود امبابي يمكن يكون مؤثر على جود بيلينغهام، بصراحه مش من كتر الاجوان اللي امبابي بيجيبها، لان هو راكر مش بادي احسن بدايه ممكنه له، معظم اجوانه ضربات جزاء. لكن السنه اللي فاتت ريال مدريد كان بيلعب من غير مهاجم، المساحه دي في منطقه الجزاء فاضيه، وجود بيلينغهام كان خطير في انه بيستغلها، بيجي من ورا لقدام بيبرجل المدافعين ويسجل اجوان. لكن السنه دي وجود مبابي في المساحه دي يمكن يا اما مش مخلي بيلينغهام عارف يستغلها، او ممكن جدا يكون تكتيكيا انشيلوتي مش مديله الحريه انه يخش ويجازف في المنطقه. الحاجه التانية اللي ممكن تكون مؤثره عليه هي نقطه ضعفه اللي شكلها كتف. بيلينغهام في ماتش اسبانيول يوم 21 سبتمبر وقع على الارض ومسك نفس الكتف اللي بيتصاب فيه كتير. بعد الماتش انشيلوتي طلع قال مفيش مشكله وكله تمام، لكن واضح جدا للي مركز ان الكتف ده عامل له مشاكل. من تقريبا سنه كده في ماتش ريال مدريد قدام ريو فاليكانو بيلينغهام برضه اتصاب في نفس الكتف، وبعدها غاب عن الفريق لمده ماتشين. بيخليني اقول ان المشكله دي شكلها مشكله مزمنه، انه حتى في ال3 سنين اللي كان فيهم مع دورتموند كان اتصور كذا مره وهو رابط نفس الكتف. الويب سايت بتاع ده اثليتيك راح سال ناس ما رضيوش يقولوا هم مين من اللي بيشتغلوا جوه النادي في ريال مدريد. كلام منهم كان ان النادي عارف ان دي مشكله عند اللاعب، وان غالبا هي دي اللي مأثره شويه على مستواه، ولكن حلها هيكون بعمليه هيجيب بعدها عن الملاعب لمده شهرين. فالنادي حاليا طالما الموضوع مش مشكله كبيره مقرر انه يأجل العمليه دي، احسن لهم من لما ما يلعبش خالص. بيأجلوا العمليه دي للصيف حتى لو غاب عن كاس العالم للانديه اللي النادي مش بيعتبره من اولوياته. يعني ايا كان بقى هل الاسباب دي هي اللي مأثره على جياب الاجوان من بيلينغهام ولا لا، ولكن اكيد الاجوان هترجع تاني، يمكن مش بنفس الكميه بتاعت الموسم اللي فات بس رجع. انا مش مصدق ان في لاعب مصري تاني مولع الدنيا في دوري اوروبي كبير. عمر مرموش عامل موسم مش طبيعي مع فرانكفورت، في اخر ماتش سجل جونين في البايرن عشان يبقى هداف الدوري ب8 تجوان في 5 ماتشات وكمان 4 اسيست. طيب تعالوا نجود كده ونشوف هل اللي بيحصل معاه ده ممكن يستمر ولا صعب. الموسم اللي فات مرموش عمل موسم مش بطال، وفي 29 ماتش كان مسجل 12 جون من 11.3 اهداف متوقعه، يعني من الاخر عمل اللي كان متوقع منه. الموسم ده لحد دلوقتي هو مسجل 8 تجوان من تقريبا 6 اهداف متوقعه، يعني معدي المتوقع بحاجه بسيطه. وهي دي النقطه المهمه في الارقام وتحليلات الاحصائيات الكرويه، انك تعدي الاهداف المتوقعه بتاعتك بحاجه بسيطه دي مش حاجه وحشه، وحاجه ممكن تقول انها ممكن تستمر. الاخر معناها ان ده مستواك مش انها ماشيه معاه وخلاص. تيجي تقول لي معقوله ان في لاعب عمره ما كان كده فجاه يبقى هداف؟ اصل مرموش الموسم اللي قبل اللي فات كان مسجل 5 تجوان، الموسم اللي قبله 3 بس. اقول لك ان الموسم ده مرموش عنده 25 سنه، 7 سنين كده تقريبا. عارفين مين تاني فجاه كده بقى هداف دوري اوروبي كبير وهو عنده 25 سنه؟ ايوه، محمد صلاح. يعني ليه لا؟ خلينا نحلم. نروح بقى لانجلترا ومسكره ومهزله بتحصل يمكن مش متعودين عليها بره الدوريات بتاعتنا. من كام شهر كده مانشستر سيتي قام رافع قضيه على الدوري الانجليزي كله، بيتهمهم بان قوانين اللعب المالي النظيف غير قانونيه، وكمان بيتهمهم ان في عنصريه ضده بسبب ملاكه اللي من الخليج.
والله مش بهزر، حاجه مسخره. المهم بقى ان القضيه دي كان واضح جدا انها رد على القضيه الكبيره التاريخيه اللي عمرنا ما شفنا زيها قبل كده، اللي الدوري بقى رافعها ب 115 تهمه على مانشستر سيتي، واللي ماشيه دلوقتي، ولكن الحكم فيها هيكون السنه الجايه. المهم نرجع لقضيتنا، والحكم فيها طلع من يومين كده. بعدها على طول طلع مانشستر سيتي قام منزل افاده كده على الموقع بتاعه، وبيهني فيها جماهيره، بيقول لهم انه نجح في تغيير الحاجات اللي كان عايز يغيرها في قوانين اللعب المالي النظيف، وعامل المشجعين بتوعه لينك كده لو عايزين يخشوا يشوفوا القرارات اللي كسبها، ولكن عامل لينك للصفحه رقم 164 بس، ودي كانت الصفحه اللي فيها الحاجتين اللي مشوا معاه. الدوري الانجليزي قام ردد عليه بعد كده ومنزل 164 صفحه اللي تلخيصها وكل القرارات فيها بيبدا من الصفحه 161. ونكتشف بقى ان كل الحاجات اللي مانشستر سيتي كانوا عايزين يغيروها فشلوا فيها، ما عدا 2 مش مهمين قوي. واحده منهم وهي انه يخلي الدوري الانجليزي يمنع النوادي من انها تاخد قروض على اساس الاسهم اللي عندها. تقول لي طب ما ده قرار غريب جدا ان سيتي يبقوا عايزينه، ما اكيد بيعملوا كده. لا، مانشستر سيتي عمره ما عمل كده بالرغم من انه كان قانوني، ولكن اكتر ناديين استفادوا من الموضوع ده كانوا ارسنال وليفربول. من الاخر كده مانشستر سيتي عمل حاجه مش عشان تفيده ولكن عشان تضر اكتر ناديين نفسه في الفتره اللي فاتت. كل بقى الحاجات التانية ما توافقش عليها وما اتغيرتش. ده يورينا قد ايه موقف مانشستر سيتي ضعيف في القضيه بتاعه ال 115 تهمه. القضيه اللي ممكن الحكم فيها لو جه على سيتي مش بس يكون بخصم نقط، ولكن بالهبوط كمان لدوري درجه ثالثه. ايوه، لان الشامبيونشيب مش هتوافق انه يهبط لدوري درجه ثانيه، فلو هيهبط درجتين. يعني خلينا نشوف هيحصل ايه في المهزله دي، واشوفكم الحلقه الجايه.